من ضواحي مدينة جيجل الساحلية بالجزائر إلى الولايات المتحدة، قرر عبد العزيز بوسعيد منذ نحو 20 سنة أن يرحل بحثا عن فرص أفضل وطموحات أكبر، فتحقق له ذلك. اليوم هو مدير وشريك لإحدى أهم شركات التأمين في منطقة وول ستريت بنيويورك، نيويورك لايف انشورنس، ويحيط به مئات العمال والكوادر. هذه نصيحة صديق قال لي في أمريكا في هناك قطاعين اقتصاديين، القطاع الأول هو الكمبيوتر ساينس اند تكنولوجي، القطاع الثاني القطاع المالي. وبسبب خلفيتي الاقتصادية في البلاد كخريج جامعة قسنطينة في شعبة الاقتصاد، كان أمامي أنه القطاع المالي، يعني رحت فاكر الوول ستريت أول ما جيت نزور البورصة ونشوف يقول يوم اليوم راح نشتغل هناك. وفعلا بعد 7 سنين اشتغلت هناك، يعني في 98 اشتغلت محاسب في شركتين، بعدين بديت مع الشركة هذه في 98. يعترف عبد العزيز بأن مسيرته لم تكن خالية من المتاعب منذ البداية. قرر الهجرة في مرحلة كان قد تزوج فيها وله أولاد، وكان يشغل منصبا بالجامعة. ويشير أيضا إلى أن القرار كان مرتبطا ببعض الظروف التي مرت بها الجزائر في بداية التسعينات، وبعض الأوضاع التي لم تلائمه في موقع عمله الأول. أنا جيت كسائح هنا في بداية التسعينات، كانت ظروف في البلاد اضطرتني نخرج. يعني جيت هنا لأساس زائر، يعني كانت عندي زوجتي وبنتي، وبعد ذلك جيت زائر على بنية التسجيل في الجامعة، سجلت في الجامعة وديت أدرس حضر ماجستير في الاقتصاد. كانت العقبة الأولى هي اللغة، لأنه ما كنتش أتكلم اللغة الإنجليزية. يعني حتى قصة مضحكة شوي، في المطار ال A94 اللي هي الورقة نتاع الهجرة ما كنتش قادر يعني نملاها. كانت هذه النقطة العقبة الأولى اللغة. العقبة الثانية هي الاندماج، لأنك في مجتمع ثاني، مجتمع غير مجتمعك. المطلعون على أمور الهجرة ونجاحاتها بالولايات المتحدة يعرفون أن النجاح المهني مرتبط كلية بالنجاحات الدراسية. بالنسبة لعبد العزيز كان من الضروري الانطلاق من أول خطوة، إتقان اللغة الإنجليزية. كان عندي طموح من أول أني لازم أنجح في الولايات المتحدة، وهذا يرتبط باللغة. يرتبط ثانية لازم تدخل مجال محترف professional career، لأنه لو تدخل مجال عادي جدا راح تبقى في نفس المستوى اللي بقيت فيه. كملت دراستي في الماجستير، بعد ذلك بديت اشتغلت شغلات كثيرة في الأول، يعني كانت لأنه لازم أدفع مصاريف بيتي يعني. وفي كل مرة يصر عبد العزيز على أن المنظومة الاجتماعية والأخلاقية والثقافية للمجتمع الأمريكي تسهل عملية التأقلم والنجاح ومن ثمة الإبداع. ويقول إنه لم يصطدم أبدا بما يوحي له أنه غريب بالبلد، وأنه مختلف عن بقية الأمريكيين والمهاجرين بالبلد، ويلح على تفنيد بعض الأفكار في هذا الاتجاه. أحيانا بعض المهاجرين بيجون هم اللي يخلقوا عراقيل أنفسهم، لأنه جاء أمريكا عشان يبقى أمريكا فقط. يعني الهدف نتاعه هو الوصول لأمريكا، مش الوصول لأمريكا والنجاح في المجتمع الأمريكي. هذه تجعله يعيش على هامش المجتمع، لأنه بالنسبة ليه اسم يقولوا بالإنجليزي the end is to be United States, he's in there وخلاص. بالنسبة لعبد العزيز الهجرة يجب أن ترتبط بالنجاح، وهو ما جعله غير متسامح فيما يتعلق بدراسة أولاده الثلاثة الذين توزعوا بين أهم الجامعات هارفارد ويال وكولومبيا. تفكيري بالنسبة للأولاد أنا تفكير ديمقراطي، بمعنى آخر أني عندي 4 أولاد، عندي 3 بنات وولد. عندي شيماء اللي هي الآن في الجامعة السنة الثالثة الآن جامعة ييل يونيفرسيتي، عندي أنفال في كولومبيا، وعندي إيمان هارفارد، عندي ابن في الثانوي الآن. أنا بالنسبة لأولادي التوجيه الأول اللي always يعني كنت بعمل عليه، أولا أنت لازم تكون في ال 1% التوب ستودنت في أمريكا. وفي موقع عمله لمسنا تعددية عرقية ودينية وثقافية كبيرة. He trains us. دربنا وأخذنا من حيث كنا إلى مكان أكثر احترافية ويشجعنا. عبد العزيز هو واحد من أكثر المجتهدين بعملهم في صناعتنا، يعمل 7 أيام في الأسبوع، يجمع بين الصدق والنزاهة والإخلاص. عبد العزيز بوسعيد الأمريكي الجزائري الأصل لن يكون في نهاية المطاف إلا نموذجا لآلاف أو ربما ملايين النجاحات التي حققها عرب ومسلمون في الولايات المتحدة. والواضح أنه لا نجاح دون ظروف وحوافز. خالد بن طويلة لليوم على الحرة من نيويورك.